المعاصرون للفكر البورقيبي على حد قولهم. تداولوا على إلقاء كلمات تناولت بالخصوص طبيعة المرحلة السياسية الراهنة والوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد وإعادة تشكل خارطة التحالفات السياسية ومناحي الاستقطاب الجاري على خلفية المشهد السياسي الحالي. كما تم خلال التظاهرة تكريم الطالبة خولة رشيدي التي قامت بالتصدي لمحاولات نكس العلم التونسي من سارية كلية الآداب بالنوبة ورفع علم مجموعة سلفية مكانه. الائتلاف بين الأحزاب والنشاط الحزبي ما يهمنيش، راهو اللي يهمني هو الدعوة اللي وجهتها لي الجمعية الوطنية للفكر البورقيبي، وهذا هو اللي يهمني، لأن تونس اليوم مهدة في تحديث البلاد وتحديث فكرها السياسي وتصوراتها المستقبلية. البداية قلنا بأن السيد الباجي قايد السبسي عنده رصيد ثقة كبير عند الشعب التونسي بفضل نجاحه سعى في إيصال البلاد إلى اليابسة عن طريق انتخابات حرة ونزيهة، ولكن في نفس الوقت هو عنده خبرة طويلة وثقافة واسعة وشخصية نضالية كبيرة، وبالتالي هالرصيد هدايا يسمح له ويبوبه باش يلعب دور في تقريب بين مكونات المجتمع الوسطي في تونس، يعني العائلات الوسطية. والآن أثبت بهذا الاجتماع الناجح بأنه قادر على ذلك، وحضوري وحضور العديد من الأحزاب هوني لتأكيد بأن إعادة توازن المشهد السياسي التونسي هي مهمة من المهمات العاجلة اليوم. الحكومة هذه ولا مهما كانت الحكومة تنجح، خاطر نجاح الحكومة هذه كان نجاح تونس مهما كانت الواحد. هذيك النقطة هامة وهامة جدا، خاطر يزي ما الشعب تعب، يزي ما الشباب تاعنا تعب، ويزي من البطالة، ومش نحلوا مشاكل البطالة. عندنا كثير من المصطلحات في هيكل التعليم، في هيكل الإدارة، في هيكل العدالة، زاد العدالة الانتقالية، مش نرجعوا ما نقعدوش مشاكل اللي تفارق التوانسة ما بيناتهم.